السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض اعملوا متابعة القناة، صلوا على النبي الأول واعملوا متابعة واكتبوا لي تعليق حلو كده. عايزة لايكات كتير يا جماعة، تبقى أصلا خلص من موضوع اللايكات ده. النهاردة بقى هنعمل رز وسمك. هو قال العيلة كلها عندي تقول لك سمك لا، بس انا برضو بعمله مرة في الأسبوع، ده لازم على فكرة. هما يعني انت لو هودت عيالك مش هتطبخي حاجة أصلا، بس هو لازم طول ما هم أطفال كده لازم تبقي مسيطرة عليهم في موضوع الأكل ده شوية، عشان هم لما هيكبروا انت هتفقد السيطرة في موضوع الأكل. فهم صغيرين حاولي بقدر الإمكان تأكليهم كل حاجة عشان خاطر يبقى جسمهم كويس، يبقوا عندهم كل العناصر الغذائية. لو قعدت هوتين هو ما بقى، في عيل ما بيحبش الفراخ وفي عيل ما بيحبش السمك وفي واحد ما بيحبش البيض. انا اساعده على كده لما تبقى مثلا الحاجه دي بتأذيه، عنده مشكله منها، مثلا عنده حساسيه من البيض، عنده اي حاجه مشكله من الاكل، انما ما عندوش اي مشكله من الاكل. ما ينفعش اقول له لا لا، لازم أن تاكلها ويعني تكبريه على ان الحاجه دي لازم أن تتاكل. يعني ده ولا العلاج او ده ولا الحقن او ده ولا غيره، لا مفيش حاجه اسمها باكلش السمك. انا عندي عيالي كلهم بيقول لك احنا ما بنحبش السمك، بس لازم بياكلوه بالذوق بقى، بالعافية، بالتهديد، بالرشوة، المهم ان هم ياكلوه. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش او انا ما بحبش كده، لا مفيش حاجة اسمها كده. عشان هو لما هيكبر منك كده كده انت هتفقد السيطرة عليه في موضوع الاكل ده. فهو صغير قدامك حاولي بقدر الامكان تمشي كلمتك عليه في موضوع الاكل ده. لازم انت، مفيش حاجة اسمها لا، بالذوق، بالعافية، بالضرب، بالرشوة، بالفلوس، بالحاجة الحلوة بي هتاكلها. لو هو بقى صمم وقال لك لا على دي، يبقى انت تمنعيه من اللي هو بيحبه. طب احنا عارفين طبعا هما بيحبوا ايه، دي حاجات معروفه. اي حاجه مضره هما بيحبوا، كل المضر في حياتنا هما بيحبوا. حلويات بقى، شوكولاتات، اندومي، بلاوي زرقاء، كل البلاوي الزرقاء دي هما بيحبوها. فيبقى مفيش ده، يبقى مفيش مصروف، معروفه. عشان هو لما يكبر اصلا انت هتفقد السيطره بقى، ونبدا ندور بقى على الاكل اللي بره والفاست فود والكلام الفاضي ده. فحاولي حالا تأكلي اللي انت شايفاه صح. الخضار كله لازم يتاكل، سمك، اكل، كل حاجه. ما تسمعيش، ما فيش حاجه اسمها لا هنا. هنا كنا خلصنا بقى عمال الغدا، ما طبعا كانوا قاعدين بره اصلا بيجهزوا نفسهم للعياط، بس على مين؟ مفيش الكلام ده هنا. هتاكليه يعني هتاكليه.